الملك المغربي دار قرار انه هذا قبل ما تشوف هذا الفيديو هذايا باينه غيكون داكشي سلبي وغيدخلوا فيها البوليزاريو وغيدخلوا فيها الصحراء منع ربما المواطنين تماما انه عاد ما يذبحوش اضحيه العيد الى غير ذلك. ماذا قال الشرع في هذا الاطار استاذ؟ العلماء يقولون الشيء السيء من معدنه لا يستغرب، وانك لا تجني من الشوك العنب. انت ما تروحش السدرايه فيها الشوك تحاول تدي منها العنب، راح تدي منها الشوك. فعفى الله عنهم وهداهم الله. هذا شتو باينه قبل ما دام البلاين الفيديو باينه غادي يتكلم بطريقه سلبيه. واخا يكون داكشي مكتوب في القران ومكتوب بعد فاين، ولكن يهضروا علينا بطريقه سلبيه. هادو هما الجزائريين. النظام سبق له أن صرح بهذا في وقت أبيه السابق رحمه الله. هذا الأمر أنا الحمد لله من قلب هذا رحمه الله، الحمد لله. ما عجبنيش استدلال، ربما جيء له به من بعض الدوائر الدينية، قالوا له النبي عليه السلام ذبح كبشين وقال هذا عني وعن أمتي. أولا النبي عليه السلام ذبح عن أمته من لم يضحي على سبيل المواساة المعنوية عبر التاريخ. مش معقول الكبش واحد أصلا لا يجوز الاشتراك في الكبش. نعم. فالنبي كانت مواساة معنوية لأمته الفقيرة إلى أن تقوم الساعة. ثانيا أنت كي تقول ما عندناش الكباش وما عندناش الخلفان، أزمة اقتصادية. نعم. قول اللي قادر يضحي واللي مش قادر لا عليه شيء، ما راح نلزموه ما راح نحاسبوه ما والو. اما تمنع القادر فليس لك حجه وليس لك عذر. ولكن يا شيخ يا نور الدين يرحم والديك، اللي عنده تجاره القنب ولا تجاره كذا مقننه ماذا تنتظر منه؟ ويعتمد عليه في الاقتصاد، تنتظر منه تا يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. يعني احنا قلوبنا مع شعبنا. دابا هذا النظام الجزائري شحال عاطينو باش يخرج باش يهضر بهذه الطريقه هذه؟ اشقائنا في المغرب يعني الشعب عندنا مشكل كما قال اشقائنا في المغرب. السيد الرئيس لنا قال لك ما عندناش مشكل مع اخواننا في المغاربه، ولعلهم يهتدون ويبدلوا هذا القرار ويخليوا الناس اللي قادر الله يسهل عليه. سيدي نضحي وجاري نقسم انا وياه، ويشترك الناس في الابل ويشتركون في البقر، والامر واضح. يعني امام احنا تعالوا تغلو الاسعار، ولكن يطرح ربي البركه، واللي مش قادر يعاونوه اللي قادرين يتصدقوا عليه، واللي قادر هو راه يتوكل على الله وما فيش داعي. ولكن ما تديرش قرار هكذا عام قرار سياسي. نعم وتفرض ربما قرار سياسي. لاحظت الشيخ ديال الدين قال قرار سياسي، وما كاينش قرار سياسي في هادشي اللي داروا المغرب. من بعد فيها عقوبات ومتابعات لمن كما راه في اوروبا يقول لك ممنوع الذبح. ما الفرق بينك وبينهم اذا؟ بعض الشيخ يخاف وقف شعيره من شعائر الله. نعم تعطيل شعائر الله لا شك انه افساد في الارض. الملك هذا هو الواحد اللي كيكون مخلص، هذه هي النتيجة. نو كومنت. No, 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 no. Wait. أمير المؤمنين يهيب بالمغاربة عدم إقامة شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة. كان هنالك تحسب كبير نظرا لارتفاع أثمان اللحوم، ووصلت إلى درجات قياسية، وارتفاع أثمان الأكباش إلى حد لم يشهد تاريخ المغرب المعاصر. قفزة أذهلت الجميع كما حدث في العام الماضي، مما أرهق الكثير من أبناء الوطن وجعلهم يعيشون حرجا كبيرا جدا. أن الحكم الشرعي لمسألة ذبح الأضحية في عيد الأضحى هي سنة مؤكدة على القادر عليها، أما غير القادر عليها فهو ليس مطالب أبدا بأن يذبح الأضحية، فإنها فوق طاقته وتحميل لنفسه ما لا يطيق. والله تعالى يقول: ربنا
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أمير المؤمنين يهيب طبعا هذا الكلام اللي قالوا هذا كلنا عارفين، ولكن الواقع شيء آخر. 122 ألف ريال باش خاصين 6100 درهم، هذا راه عطاو فيه بوحدو 65 ألف ريال. هذا شحال اخويا سعيد؟ 190. اش دايرين نستنى هذا الخير هذا؟ نستنى يستر الجميع. شحال؟ 68 الاخوان من سوق 3 ديال بن قرير. الله يبارك، خيرات ربي راه موجوده الى ديال بن قرير. شحال هذا الخير اخويا ولد اللوز القرقاع؟ 100 132 الاخوان. الله يبارك تبارك الله. ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا كأمير المؤمنين والصاهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. طبعا نهيب لغة راهي نصيحة، ماشي يعني يفرضوا عليك ما دعيتش. هي كينصحوك بأن شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين. ترشطات الإخوان اليوم تاريخ 27 شهر 2 2025. كما كتشوفوا الإخوان غادي نصور لكم ان شاء الله الاجواء بعد قرار الغاء عيد الاضحى اللي صدر من الديوان الملكي البارح. الله يحضر البركه. بحال دابا هذا النهار ما صاموكمش اليوم محمد. خويا ما عطاونا تاليه ما عطاوش هذا النهار الاخوان فيهم. هذا شحال عطاو فيه هذا؟ 65 دابا بحال هذا شحال كان كيدير؟ من 80 ل 90. من 80 ل 90 هذا 65 اللي عطاو هذا. هذه شحال كانت كدير هذه؟ 46 48 صافي 30000 ريال 1500 درهم. اللهم يسر. هذا شحال ثمن؟ 64000 ريال. هذا 64000 ريال 3200 درهم. ها؟ كيسنا الحليب حولي ديال 120 ب 64. الصراحة هاد الأسمنة اللي قالوا بهاد القرار هما الأسمنة اللي خصهم يكونوا كاينين الصراحة. ستاج ديال الوحش هاد التبون والله. سعيد هذاك هو اللي خلى لك حل، هذا بغا يتسطى. راه كاين اللي تالو 40 مليون 50 مليون ديال العلف. هذاك هو الاقتصاد ديال المغرب. ولكن واحد اسمعني قال لك بان ملي كيجي الاحصائيات هذوك الناس اللي قاريين كيبغيو يحصيو كيجي عنده 50 راس كيديكلاري 5. هذا العام غيقرب وزز. كان عنده 15 غيقول لي هذه 25. كنسمع ولكن القضيه راه ماشي في صالح ديال المغرب كامل، ماشي على الكسابه. حتى هاد البلاد كاع راه كاين اللي تسالوا 30 مليون 40 مليون ديال العلف. غارقين الناس، راه شي غيمشي للحبس وشي غيمشي للروضه وشي غيمشي لبويا عمر. ما كانش العيد. قارض موالو، الخير موجود تبارك الله الحمد. الخير موجود في المغرب مع عمرات القارض. كالعام موجوده عند الناس عم ستوكي الحولي راه ما كاين. تسالك دابا الخير موجود رجع. عام اللي فات كانوا كيقولوا الحولي ما كاينش. الوحش راه كيبقى من العيد حتى العيد كيتجمع. الخروفه ما بقاش كتسلك، الخروفه راه كطيح 120 درهم. ما كانش عيد، هذاك هو اللي خلى لك الخروفه. قلت المغاربة مرحبا بكم. هل يجوز للحاكم المسلم أن يمنع شعيرة من شعائر الله عز وجل؟ سؤال طرحته قناة على الشيخ وعالم مصري، فكانت إجابته مثيرة للشفقة والاستغراب. هذا محور من 4 محاور سنقف عندها في هذه الحلقة. هل يحق الملك محمد السادس أن يلغي شعيرة من شعائر الله عز وجل كما طرحت هذه القناة؟ وفي محطة ثانية، ما هي الآثار الجانبية لهذا القرار؟ آثار السلبية والآثار الإيجابية. وفي محطة ثالثة نتساءل معكم، ما الذي أوصلنا إلى هذا القرار الصعب؟ وآخر محطة هو، هل يمكننا كمغاربة أن نستعيد قطيعنا مرة أخرى؟ نبدأ بالعملية الأولى ديال هذا العالم المصري الذي قال أشياء مثيرة. قال من جملة الأشياء اللي قال، لأنه بزاف هو ما عجبوش القرار الملكي، قال كان على العلماء أو الناس يدخلوا في إطار النصح. المغاربة
راه غير سنه، ما تسلفوش، ياك عندكم ضائقه ماليه، ياك عندكم مشاكل، ما تسلفوش وكذا. والثانيه هي هذا الكلام هذا كامل الناس كلها عارفة، لكن كما قلت لكم الواقع شيء آخر ما يمكنش. مضحك اكثر، قال بان الملك كان يمكن يدخل بصفته التنظيميه ويامر الابناك. الملك يعطي امر ملكي: ايتها الابناك ممنوع تسلفوا شيء، اللي يجي عندكم من السلف ردوه وصافي، والبلاد غادا تمشي بخير وعلى خير. طبعا هو لم يتطرق الى الجانب يعني الاقتصادي وهذا الجفاف والظروف والقطيع وشنو يوقع. هو خصو غير العيد يدار، ويدار العيد يذبح شي وشي ما يذبحش، المهم بالنسبه له هو خصو يكون العيد. هذا بمعنى من المعاني، مع كامل الاسف. وان كنا نتفق مع هذا العالم واحد الجانب، هو بصح هذا السنه ماشي بالضروره. حنا براسنا دائما نقولوا ما تتفقوش مع الناس يتسلف ويبيع السداري، واحد يبيع التلفازه، واحد يمشي يتسلف باش هذه متفقين. قلت المغاربه مرحبا بكم، هل يجوز للحاكم ربما هذا الخرا بغى الله الفقراء والمساكين كاينه، راه الحمد لله، راه الخرا نعمه، راه الله هو اللي تيعز، الله هو اللي تيذل. الله يجعل هذه البلاد رخاء سخاء ان شاء الله. الدراوش راه بغا ياكلوا اللحم والله الا تيشوفوا الناس بعينهم ما تياكلوش، المساكين ما تياكلوش في اللحم، تيشوفوا عند الجزار تيقول لك غالي. ديالنا الفتره جات زينه فيها الوجبه هذه، والله الا جات زينه بالله. الدراوش ياكلوا الحي الصفار كاع يتسد. الصراحه ديال المناسبه اللي باغي يشري شي حاولي وباغي يدير بها شي حاجه، الصراحه والله احسن فرصه. فكان من الجدير بهؤلاء الملوك والرؤساء أن يزيلوا المحرمات من بلادهم، أن يحرموا الخمر التي حرمها الله، وأن يصرفوها عن بلادهم، وأن يزيلوا الربا. أما أن يزيلوا الأضاحي ويمنعوها ويسمح بلعب الكرة ينتشر في بلاد، وفي بلادكم منعين الخمر والشرب والميسر وكل شيء. احنا مغروفين كلنا من مغروفة واحدة. شنو زعما نتوما صافي 100% كلشي عندكم هذاك، انت سير في بلاد المسلمين انتشار النار في الهشيم. كل هذا سيسأل عنه كل هؤلاء المسؤولون. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فكان من الجدير بهؤلاء أن إلغاء عيد الأضحى فيه مراعاة لمفاسد ومراعاة لمصالح. المفاسد هما الشناقة، محشوماش عليكم تخليو الملك يدير هاد التقليد مسكين. 90% من المواطنين المغربيين كيذبحوا كيبكيو، عارف من ورا العيد خصو يدي أداء، وملي ولا العيد بالكريد يبقى عيد. فالتدخل ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس الغاء هذه الشعيره ليس الغاء بمعنى الانكار او الغاء بانه لن يكون في السنوات القادمه، هو الغاء استثنائي. ان الغاء عيد الصراحه عنده الصح. غادي نكتفي بهذا القدر من الفيديوهات. اذا وصلتي معايا لهاد الدقيقه هذه كنتمنى دير سبسكرايب وشير علاش لا، وخلي كومنت اعطي الراي ديالك في هذا الموضوع المهم اللي طبعا تريندينغ في المغرب كله. و ثانك يو.